السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ احنا النهاردة بنكمل سلسلة تأسيس في اللغة الإنجليزية. أول حاجة قلناها إن نعرف المتعلم إن هو الحروف الأول باللغة الإنجليزية كاملة. بعد كده نعرفه أصوات الحروف. بعد كده نعرفه الحروف اللغة الإنجليزية كم حرف، وكم حرف منهم ساكن وكم حرف منهم متحرك. بعد كده أعرفه ايه هي الحروف المتحركة وايه هي الحروف الساكنة. بعد كده ان انا بدمج له حرف ساكن مع حرف متحرك، زي مثلا فا با ف د، زي مثلا كده حرف ساكن مع حرف متحرك. النهارده بقى هنكمل باقي السلسلة ديت ونديله كلمات. طبعا هو طالما هو عارف يدمج حرف ساكن مع حرف متحرك، بالتالي هتبقى الكلمات ديت سهلة بالنسبة له. لو جينا هنا نشوف أول كلمة اللي هي لج دي يعني رجل، لج يعني رجل. طيب 10 10 10 10. طيب اما اجي اقول له هنا مان رجل، مان رجل، مان رجل، مان رجل. دام سد. انا كده برضك بعرفه ازاي حرف الاي بيتنطق. ايه الاي بيتنطق، الاو بيتنطق، الاي بيتنطق، ازاي حرف اليو بيتنطق. فبالتالي هو بيكون عنده حصيلة ان هو لما عرف يدمج الحرف الساكن مع المتحرك هيعرف ان هو يقرأ الكلمات دي. زي مثلا احنا قلنا لج 10، قلنا مان دام، قلنا هوت دوج، قلنا بيج، قلنا 6، وقلنا رن، وقلنا صن. يبقى تاني، رجل يعني لج، 10 يعني 10، رجل يعني مان، سد يعني دام، ساخن هوت، كلب دوج، ضخم بيج، 6 يجري رن، شمس صن. تاني معايا حلوين. لج 10 مان دام هوت دوج big 6 run sun. Again, leg 10 man dam hot dog big 6 run sun. باي باي.